تفتكر لو قابلت حد كنت بتحبه زمان من ايام المدرسه والشارع اللي جنب بيتك، هل هترجع تحبه بنفس النقاء، ولا هتفتكر ان الزمان مش بيرجع غير في الذكرى؟ لوحدي في المكان، نزلت دمعة عينيا وذكريات زمان فجأة جمت عليا تدق عالبيبان، تدق عالبيبان تاني. 6 ايام، فيلم مصري من اخراج كريم شعبان، بطولة احمد مالك وآية سماح. مش فيلم عن الحب بقدر ما هو فيلم عن الوقت، عن التحول، وعن الغياب اللي بيغير فينا حاجات كنا فاكرينها ثابته. بيبدأ الفيلم ببساطة من غير دراما مفتعل. يوسف طالب هادي وبيحب عليا بنت جارته، كانت دايما بتضحك وهو بيكلمها عن حاجات صغيرة، لكن الزمن كان أسرع منهم. مرة واحدة من غير أي وداع عليا اختفت. مامتها قررت تعزل وتسيب كل حاجة وراها، وتكسر جوه عليا حاجات ثابتة ما ينفعش تتكسر. ومن هنا بقى تسلسل الأحداث بيبدأ يبان. اختفاء دايم ليهم عن بعض لسنين طويلة، لحد ما يظهروا في حياة بعض تاني بشكل ما. مؤتمر هيحضره يوسف بعد ما بقى دكتور أسنان، شكله بقى ناضج، لبسه كلاسيك، حركات ايده محسوبة، وكأن الحياة نظمت كل حاجة حواليها. وفي المؤتمر ده بيعتذر السبيكر عن الحضور، فبيسأل يوسف زميلته في فطار حلو فين هنا، وبتقول له على كافيه، وهناك بتكون المفاجأة. لما يوسف قرأ اسم البنت اللي بتقدم له الأكل، لقاها عالية، الوتر اللي بينزل له الطلبات. الابتسامة والسعادة كانت واضحة عليه، والارتباك والتوتر ظهر على عالية اللي حاولت تزين وشها بابتسامة. عزم عليها يخرجوا بالليل ووافقت، ومن هنا اتفقوا انهم يتقابلوا في كل سنه في نفس الميعاد عشان يطلع للنور فيلم 6 ايام وتبدا لعبه الفيلم. رتم الفيلم كان ماشي بشكل هادي، كل كام سنه بيتقابلوا في نفس اليوم بعد ما كل واحد فيهم بيكون اختفى سنه او سنتين، وفي الوقت ده بيكون عاش حياته بشكل طبيعي. مره هي تشتغل مضيفه وهو يسيب الطب، ومره يحصل العكس، هو يترقى في شغل جديد وهي تتجوز وتبقى بتستنجد بيه من المعاناه اللي هي عايشاها. مشاعر متضاربه وشوش بتتبدل مع كل مره بيتقابلوا فيها، وعوائق بتقف قصادهم في كل مره يقرروا ياخدوا خطوه تجاه بعض. وكل مشهد من مشاهدهم بيكون فيه اغنيه بتوصف المشهد بالظبط، كانها مكتوبه ليهم. ممكن ميه؟ ميه ساقعه ولا من بره تلاجة؟ علي علي برهان، صح؟ علي انا يوسف. يوسف رحبي، كنت معاك في المدرسه. يوسف يا علي، يوسف ازيك؟ عامله ايه؟ القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه صغير لكنه مليان وحدة وآلام. هي زينة البنات بتطير وفي يوم كات، ولا تعرف يعني ايه حب ولهفة وغرام. 6 ايام في سنين كتيره بيظهروا لنا قد ايه الشخص ممكن يتغير على مدار الوقت، واننا مش نفس الاشخاص اللي كنا عليها قبل كده، وانك ممكن تكون عارفني كويس جدا بس للاسف دي النسخه القديمه مني. ولو هنتكلم عن الفيلم بشكل تفصيلي، فهو اعتمد على تقنيات بصريه راقيه جدا، زي الاضاءات اللي بتعيشك مع كل مشهد، وان كل سنه كان لها لون بيعبر عنها، وكانه بيوصل لك معنى الفيلم من خلال الاضاءه بس. المخرج هنا استخدم الاضاءه الصفراء في مشاهد الذكريات بالذات، والزرقاء في اوقات الحزن والفراق، بس في اوقات الغضب بيرمز لها باضاءه لونها احمر. واللي زود من حلاوه الفيلم الكادرات المظبوطه بالملي، زي مثلا لما عمل كلوز اب على وش يوسف لما عليا قالت له انها مخطوبه لاول مره، او انها بتتضرب من جوزها، او لما بدل الادوار وخلى عليا تسمع من يوسف انه بيكلم مراته. وغيرهم كادرات كتيره كانت بتركز على الملامح اللي بتكون عامل كبير من نجاح التمثيل اصلا. ولو هنتكلم بقى عن الابداع اللي بجد، فاكيد لازم نتكلم عن مشاهد الوايت شوتس علشان يحسسنا قد ايه ان الدنيا وسعت بينهم، وان الفراق مش بس مسافات، لا ده كمان في المشاهد. ولو هنتكلم عن الشخصيات، فالفيلم كله اصلا بيدور حوالين شخصين بس، عليا ويوسف، علشان يركزوا على الشخصيات دي بس من غير وجود اي شخصيات تانية تشوشر على المغزى اللي عاوزين يوصل. من وجهة نظري عليا كانت الشخصية التوكسيك في السيناريو ده، شخصية مترددة جدا ومش عارفة هي عايزة ايه، ومش صريحة مع نفسها ولا مشاعرها، بتخاف تاخد الخطوة وعايزة تكسب كل حاجة، الحب والغنى والشغل الكويس، حتى لو عارفة انها تكسب شيء منهم على حساب شيء تاني. يعني مثلا لما وقفت تخرج مع يوسف لأول مرة وهي مخطوبة، كلنا سألنا نفسنا هو ليه اصلا، والإجابة هي انها عايزة ترضي شعور عندها وهو الاشتياق لشخص كان في حياتها من زمان. ولما قررت الموقف لما قابلته تاني ولقيت ان مكانته الاجتماعية قلت، سمعته كلام صعب عن انه ازاي يسيب مهنة الطب، رغم انه حكى لها عن شعوره اصلا تجاه الشغل ده. واكتر موقف ظهرت فيه شخصيتها المهزوزه اللي مش عارفه تاخد قرار لنفسها، هي وقت لما قابلته في المره الثالثه لما كانت متجوزه وبتتضرب بشكل متتالي، بس مش قادره تاخد خطوه الانفصال عشان حالتها الماديه، وعلشان بتوهم نفسها بحب شخص نرجسي.
وهجومها الغير مبرر على يوسف رغم كلامه الصح اصلا، وانها كانت مستنيه ان هو هياخد الخطوه مكانها. لا وكمان لما وافقت تنزل وتقابله وهي اصلا في شخص في حياتها، رغم اللي دمر حياتها اصلا في البدايه هي خيانه ابوها لامها. وعلى الجانب الاخر بقى يوسف الشخصيه اللي بتخبط في الحياه، مش قادر يحدد بالظبط هو عايز يطلع ايه، ماشي تحت قياده والده وخلاص، بس ما فكرش ياخد خطوه غير متاخر جدا بعد ما اتخرج واشتغل، عايش تحت رحمه ابوه من غير سبب، وشخصيه سلبيه اتجاه نفسه، بس على الاقل عارف مشاعره ماشيه في انهي اتجاه. بس كل ما يحاول ياخد خطوه اتجاه عاليه بتكون هي سبقت خطوتين في ناحيه تانية اصلا. شخصيه يوسف عليها ملاحظات بس مش الاسوأ. الفيلم بيحكي عن جوانب كتير من علاقاتنا وذكرياتنا القديمه والفروق اللي بتحصل في شخصياتنا زي ما اتقال في الفيلم، وعملت ايه فينا السنين. فيلم 6 ايام مش بس قصه حب وخلاص، ده كان مشروع فني طالع من تجربه شخصيه ورؤيه مشتركه بين فريق العمل. ووائل حمد المؤلف قال الحكايه بدات لما المخرج كريم شعبان واحمد مالك كلموني، وكان عندهم شغف كبير يعملوا فيلم رومانسي دراما بيتكلم عن تطور العلاقات العاطفيه مع مرور الزمن. ومن هنا بدانا نشتغل على القصه وركزنا على الجانب النفسي بين الشخصيات وازاي الانسان بيتغير مع الوقت. وكريم شعبان المخرج كمان قال كنت عايز اوصل للمشاهد الاحساس ان الزمن ساعات بيكون احن مننا، وان ممكن يجمعنا من تاني بس احنا مش عارفين بعض زي زمان. واستخدمت التايم لاين بطريقه خاصه، وكل سنه كان لها لونها وطريقتها في التصوير. اما احمد مالك اتكلم عن الفيلم وقال كان نفسي اعمل فيلم رومانسي كلاسيكي، وده اللي عرضته على كريم شعبان. ولما قرينا القصه اللي كتبها وائل حسينا انها قصه شعريه بتتكلم عن 2 مصريين بيعدوا مراحل مختلفه في حياتهم. وكمان الممثله ايه سماحه قالت حبيت كل تفصيله في الفيلم من السيناريو للكاستنج للاماكن، كانت تجربه مؤثره جدا بالنسبه لي، وعملت بروفات كتير عشان اقدم شخصيه عاليه بشكل مناسب للقصه. انا كنت مهتم قوي ازاي الزمن، حتى بعتقد دلوقتي في لحظه زي دي الفيلم كل لحظه الواحد بيشوف الفيلم بشكل مختلف. الوقت كان عامل كبير قوي في تغيير مبادئ كل شخصية فينا. يعني كل حد فينا نفس الشخصية، بس كل ما بتقابله في فيس تحس ان هي كاركتر جديدة، بس ده مبني على الظروف والوقت. وبحس كلنا كده، يعني بحس يعني لو قابلت نفس الشخص كل سنتين هو بيبقى واحد تاني. اكشلي احنا اتقابلنا قبل كده زمان، دلوقتي شخصيات مختلفة شوية. معاك في المدرسة يوسف يا علي. دكتور سنان. فيلم 6 ايام هو رحله رومانسيه دراميه عميقه بتناقش الحب والصداقه والحياه، وبتحاول تجاوب على سؤال مهم: هل مشاعرنا بتتغير لما احنا نفسنا نتغير؟ وفي النهايه كانت الكلمات اللي بتتقال في الاغاني في كل مشهد كانت قادره على الابهار بجد لاسباب كتيره، كانت اهمها ان هي ماشيه مع الموقف بالظبط. زي اغنيه لوحدي في المكان اللي وصفت بالظبط شعورهم بالوحده، لان مشاعر الحب والحنين لايام زمان هي دايما اللي بتكسب مهما عدى زمن. الاتنين دايما في حياه بعض بشكل ما. لوحدي في المكان نزلت دمعة عينيا وذكريات زمان، فجأة جمت عليا تدق عالبيبان تاني. وكل الاغاني اللي اشتغلت بلا استثناء كانت مكانها صح، زي الليل وانا مصمم مربوط باستك. في النهايه الفيلم جميل تحب تتفرج عليه في سهره رايقه وهاديه، ويوصل لك مشاعر مختلفه، وبيركز على مشاعر كنت خايف تطلعها في يوم من الايام. فكره مختلفه ودراميه ممتازه. كان معاكم محمد الدالي في سلسله باشا. باشا لا ما شفتش، باشا لا ما بصتش، باشا انا ما كنتش، باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا، باشا انا ما اقولش، باشا انا ما اعرفش حاجه، باشا انا عايز امشي، باشا